اهلا بيك في تجربتي الكامله لساعه KS ميني الداعمه للمكالمات، واللي بكلمك النهارده عن تجربتي الشخصيه بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه. عشان ما اطولش عليك هقسم لك الفيديو ده لثلاث اقسام. القسم الاول هنتكلم فيه عن المميزات او الحاجات اللي عجبتني بناء على استخدامي. القسم الثاني هتكلم فيه عن الحاجات اللي ما عجبتنيش بناء برضو على استخدامي. القسم الثالث هكلمك فيه عن خلاصه الساعه والتقييم النهائي بالاضافه للسعر والحاجات اللي بتيجي معاها. خلينا نبدا باول حاجه وهي المميزات. مبدئيا اول واجمل حاجه هي شكل الساعه اللي جاي بتصميم شيك جدا، وكمان ستراب او السير بتاع الساعه جاي باللون الاسود من السيليكون، وخامات التصميم هنا كويسه جدا ومتينه مفيش عليها اي ملاحظه. بالاضافه انك لو مش عاجبك السير ده بتقدر تغيره باستخدام اي سير تاني 22 ملم، بتقدر تشتريه اونلاين وبتجيبه وبتركبه وتغيره بمنتهى السهوله. هيكل الساعه نفسه لونه ازرق غامق وجاي شكله شيك جدا، بالاضافه ان الشاشه هنا جايه بانحناءات كده من الجناب مخليه شكلها راقي جدا. ظهر الساعه هنا جاي من البلاستيك المقوى ولكن مفيش عليه اي ملاحظات لانه كويس جدا وخاماته متينه. عندك بقى هنا في الشاشه زرار كده على اليمين، ده زرار مش بكره زي ما بيحصل في بعض الساعات التانية، يعني تقدر تشغل منه الساعه او تطفيها او تضغط عليه ضغطه طويله تقفل الساعه تماما او ترجع تشغلها تاني، ودي وظيفته الوحيده، ملوش اي وظائف تانية تقريبا. شاشه الساعه هنا جايه من نوع الترا اموليد، وهي من اول الاسباب اللي خلتني افكر في الساعه دي دونا عن غيرها، وده لان الالوان بتاعتها هنا زاهيه وجميله جدا، والسطوع بتاعها ممتاز بيوصل لحد 1000 شمعه، وده اللي بيخلي الرؤيه للساعه بره البيت شكلها كويس جدا والارقام واضحه ما فيهاش اي مشاكل. ومن الحاجات اللي عجبتني كمان في الساعه هو التطبيق الخاص في الساعه، بيجي بواجهات كتير ومختلفه زي خلفيات وواجهات مختلفه للساعه بتيجي بالعقارب او حتى بالارقام. والاحسن من كده انك لو عندك صوره شخصيه ليك او عاوز تخلي صوره على ذوقك خلفيه للساعه او واجهه للساعه، بتقدر بمنتهى السهوله تعمل ده من خلال اعدادات التطبيق وتعمل اي صوره انت عاوزها وتخصص شكل الساعه زي ما انت عاوز. وطبعا الاهم من كده ان الساعه دي بتدعم حوالي 8 لغات، من اهمها ومن ضمنها اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، ودي حاجه مهمه جدا. مش محتاجه اقول لك طبعا ان في تتبع كامل للصحه البدنيه بتاعتك على مدار ال 24 ساعه، سواء بقى من معدل ضربات القلب او قياس نسبه الاكسجين في الدم او حتى قياس معدل حرق السعرات الحراريه. بالاضافه ان في هنا انذار بيحصل لو معدل ضربات قلبك كان فيه حاجه سواء عالي جدا او منخفض جدا، بيبلغك على طول وبيعمل لك انذار او بينبهك يعني بمعنى اصح. واللي احسن من كده كمان ان فيها حوالي 60 وضع او مود رياضي بتقدر تختار من خلالهم الاوضاع المفضله بالنسبه لك وتظبطها بشكل اساسي على الساعه. والاهم من كده ان في مقسم لتمارين بره البيت وجوه البيت، وفي تمارين مخصصه للجيم، يعني هتلاقي لو انت شخص رياضي كل الحاجات اللي انت محتاجها تقريبا. وخلينا ما ننساش ان في اهم اسباب شرائك لساعه بتدعم المكالمات هو الكاريزما. فكره انك ترد على المكالمات مباشره من الساعه هي فكره كويسه جدا، واللي هنا الساعه بتدعم المكالمات بتقنيه اتصال ببلوتوث 5.2 اللي من احدث التقنيات اللي موجوده دلوقتي. منوره الدنيا كلها يا احلى ايمان محمد في الدنيا. الاتصال واضح مستقر، صوت السبيكر عالي، وكمان في نغمه مخصصه للساعه بترن بنفس نغمه الموبايل او تقدر تغيرها. الميكروفون صوته عالي وواضح والطرف الثاني بيسمعك بشكل كويس جدا. بتقدر تضرب الارقام من خلال الساعه وتتصل مباشره، او بتضيف جهات اتصال مفضله ليك اللي انت عاوزها من خلال التطبيق، بتكون متزامنه دايما جوه الساعه. حتى كان ليا تجربه مكالمات في الزحمه بره البيت من خلال الساعه مباشره وكان الصوت واضح والطرف الثاني سامعني بشكل كويس جدا. بالمناسبه الساعه بتشتغل على اي موبايل سواء اندرويد او ايفون، مفيش اي قلق، الساعه بتشتغل على الجهازين. كل اللي عليك تعمل سكان او مسح للكود اللي بيكون موجود مع الساعه في العلبه وتحمل التطبيق بتاعها بمنتهى السهوله، هيتحمل معاك والساعه تشتغل معاك زي الفل. نظام تشغيل الساعه سهل وسلس جدا، في اشكال كتير للقائمه الرئيسيه للتطبيقات بتقدر تتحكم في اي شكل يعجبك وتختار منه، وكمان في قوائم سريعه للوصول السريع، يعني مثلا لو سحبت كده من اليمين للشمال بيظهر لك الاحصاءات بتاعه نشاطك في اليوم الحالي، وكمان بتقدر تتبع وضع النوم سواء من خلال التطبيق او من خلال الساعه نفسها، ده شيء عادي جدا. بالاضافه لمعدل الحرق وكل الحاجات اللي انت عاوز تعرفها زي نبضات القلب الى اخره، كل ده بتقدر تعرفه من خلال الساعه، مش مضطر انك تفتح التطبيق وتشوف ايه الاخبار. بالاضافه ان في قائمه وصول السريع اللي بتقدر من خلالها تتحكم في حاجات كتير زي وضع عدم الازعاج، لو انت مش عاوز اي اشعارات توصلك على الساعه دلوقتي بتقدر تفعل الوضع ده، وكمان وضع انك ترفع المعصم بتاعك والساعه تنور بالشكل ده تقدر تفعله او تلغيه من خلال اعدادات الوصول السريع في الساعه نفسها. بالاضافه برضو انك تقدر تتحكم في سطوع الشاشه من جوه الساعه نفسها الى اخره والحاجات اللي انت عارفها دي. والاهم من
كده ان في حاجه لطيفه جدا، معرفش اذا كانت دقيقه كفايه ولا لا، وهي ان هو بيقدر يعرف من خلال الساعه الحاله المزاجيه بتاعتك اذا كانت كويسه ولا عادي ولا هادي ولا غضبان الى اخره. واخيرا وليس اخيرا، في اخر حاجه عجبتني ان هي بتوصل كل الاشعارات بشكل دقيق وكامل. واحب اقول لك ان الحروف بتظهر بشكل سليم ودقيق، ما فيهاش اي مشكله، لان احنا زي ما قلنا الساعه بتدعم اللغه العربيه. ودلوقتي خليني اقول لك بعض الحاجات اللي ما عجبتنيش، ويمكن انت تعديها لان انا شايفاها برضو مش عيوب بمعنى الكلمه، ولكن خليني اقول لك عليها. اول حاجه، مفيش حاجه هنا اسمها always on display او العرض الدائم مع قفل الشاشه، مفيش حاجه اسمها كده خالص. لو انت رفعت معصمك عشان تشوف الساعه بتنور، لو انت نزلت ايدك تاني الساعه بتقفل، وكل حاجه زي الفل. ولكن كنت افضل ان يكون موجود الوضع ده نظرا لتوفير البطاريه الى اخره. كمان بحس ان التطبيق هنا محتاج شويه تطوير. اي نعم، هو في ميزه حلوه جدا ان هو بيفكرك من خلال الساعه انك تقوم تشرب ميه كل شويه، وكمان في وضع الخمول اللي بيفكرك لو انت قاعد تقوم تقف تتحرك عشان انت قعدت بقالك كتير وده احسن لصحتك. ولكن ده عمال على بطال، يعني بتحدد مده كل ساعتين يفكرك تقوم تمشي، كل ساعه يفكرك تقوم تشرب ميه، ودي حاجه مش دقيقه جدا. لان هو ساعات انا بكون واقفه اصلا او بعمل حاجه او ماشيه في طريق وبيجي لي تنبيه ان انا لازم اقف واقوم اتحرك، فاعتقد في غلط هنا او في بعض الحاجات اللي محتاجه تعدل او تتحدث في التطبيق ده. بالاضافه لميزه تانية كانت موجوده في بعض ساعات او بعض الباند بتاع شاومي، واللي هي انك الاشعارات بتوصل على الساعه لما بس شاشه الموبايل تكون مقفوله. هنا لا، الاشعارات بتوصلك عمال على بطال على الساعه، سواء انت ماسك الموبايل او حتى مش ماسك الموبايل، لدرجه ان ساعات التنبيه ما بيجيش بصوت على الموبايل ولكن بيجي بتنبيه بصوت على الساعه وانت ماسك الموبايل ذات نفسه. فاعتقد ان دي حاجه لازم تتعدل. غير كده ما عنديش اي ملاحظات تانية. اتمنى الحاجات اللي انا قلتها دي تكون مجرد حاجات سوفت وير كده تتظبط بتحديث جاي للساعه، لان الساعه مؤخرا خدت سمعه كبيره جدا وانتشرت بشكل كبير جدا بسبب الحاجات اللي بتقدمها. سعر الساعه 1800 جنيه على الموقع اللي بيدعم اللي ما يتسموش معديه ال 2000 جنيه. انا انصحك تبعد عنه خالص لان احنا كده كده مقاطعينه زي الفل، فتجيبها من صفحه مضمونه او مكان مضمون انت تروح تشتريه بنفسك. الساعه بيجي معاها سكرينه تقدر تركبها للحمايه على شاشه الساعه، وبيجي معاها الستراب بتاعها الاصلي، ما بيجيش معاها ستراب اضافي، بالاضافه للشاحن والكتالوج اللي فيه بعض التعليمات وطرق التشغيل الى اخره. دي تقريبا كانت كل حاجه عن تجربتي مع الساعه دي. لو عاوز اي تعليمات تانية او اي حاجات، عندك اي اسئله تانية او عندك اي اسئله تانية، يا ريت تكتبها لي في التعليقات. اتمنى طبعا انكم تشوفوا الفيديو على قناتي في اليوتيوب، تتابعوني، تعملوا لايك للفيديو، وطبعا تشيروا القناه مع اصحابكم عشان نوصل لعدد اكبر من كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، وشكرا لكم دايما وابدا على دعمكم المستمر. كانت معاكم ايمان محمد، والسلام عليكم.